السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ كله تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي للصحابة قصة في غاية الجمال. ايه هي دي؟ بعد طبعا ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده أشد من رجل كان على راحلته في أرض فلاة. واحد كان ماشي راكب الدبة بتاعته في أرض فلاة، يعني أرض فضاء، أرض خالية من أي نوع بشر خالص، يعني ما فيهاش زي ما بيقولوا كده إيه، صريخ ابن يومين حتى. وهذه الدابة عليها طعامه وشرابه. فبينما هو كذلك إذ بدابته قد ضاعت منه، فبحث عنها حتى أيس منها، ثم اضطجع إلى ظل شجرة. خلاص، رجل ينتظر الموت، خلاص قاعد يدور على الراحلة بتاعته. وبالتالي ايه، خلاص هو كان زمان العرب اول لما ينفلت منهم الدبة، خلاص كده الانسان بينتظر الموت. لذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بينصحنا ان احنا نلازم القرآن حفظا وتلاوة وتدبر. طب لو ما عملناش كده، القرآن هيتفلت مننا أكتر من تفلت الإبل من أصحابها. لأن الإبل لو الإنسان ساب العقال بتاعها هتذهب مسرعة على طول. تمام، نرجع بقى للقصة بتاعتنا. هذا الرجل أيس من راحلته ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ هي بها قائمة عنده، خلاص رجعت له تاني، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. لا استنى كده، اتلخبط. فبدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح. فتخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيفرح بتوبة عبده ورجوع عبده إليه أكثر من هذا الرجل. راجل كان خلاص إن هو ينتظر الموت، وفجأة رجعت له الحياة مرة تانية. قد إيه الفرحة اللي أنت هتكون فيها كده لو أنت مكان الراجل ده؟ أهو ربنا سبحانه وتعالى بيفرح بتوبة العبد إليه أكثر من هذا الرجل. طيب، هنا بقى يا جماعة عايزين نقول حاجة. العلماء قالوا أن للتوبة شروط. يعني إيه للتوبة شروط؟ حتى كمان التوبة العلماء وضعوا لها شروط. هو أنا ما ينفعش أتوب إلى الله كده وعادي؟ لا، ولكن بقى العلماء قالوا إن شروط التوبة هي 3 شروط. إيه هي الشروط دي؟ أول حاجة هو التوقف عن الذنب. لازم تقف عن الذنب فورا. يعني ما ينفعش واحد مثلا يكون سارق يقول تبت إلى الله ويرجع بعدها بشوية يروح يسرق مثلا. لا، هو أول حاجة إنك تتوقف عن الذنب، دي رقم 1. رقم 2 الندم على ما مضى من الذنوب. طب ليه بقى؟ الندم على ما مضى من الذنوب عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك الذنب ده. تمام، ولو انت ما استغفرتش على الذنب ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعاتبك على الذنب. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان هو يغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. طيب، ده الشرط الثاني. الشرط الثالث بقى ايه هو؟ العزم على عدم العودة الى هذا الذنب مرة اخرى. انا خلاص كده نويت ان انا مش هرجع للذنب ده تاني ابدا. تمام، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة بيقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. عارف يعني إيه توبة النصوحة دي؟ يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما جه يفسر الآية دي بيقول إيه؟ توبة النصوحة هو التوبة من الذنب وعدم الرجوع إليه مرة أخرى، كما لا يرجع اللبن إلى الضرع. لو واحد حلب شاة أو حلب بهيمة، هل يقدر يرجع اللبن ده مرة تانية للبهيمة دي؟ لا، ما يقدرش، ما يقدرش أبدا. فكذلك التوبة من الذنب زي الموضوع ده بالظبط. يبقى يا جماعة شروط التوبة هي 3: التوقف عن الذنب، والندم على ما مضى، تمام، وعدم أو العزم على عدم العودة إلى هذا الذنب مرة أخرى. طيب، في بقى شرط رابع العلماء حددوه، قالوا فيه ان هو خاص بحقوق العباد. التوبة من حقوق العباد. يعني ايه التوبة من حقوق العباد؟ يعني لازم ان انت قبل ما تلقى الله سبحانه وتعالى تتحلل من حقوق العباد، لان حقوق ربنا سبحانه وتعالى سهل التحلل منها. طب التحلل من حقوق العباد يكون ازاي؟ يعني لو في حد او لو انت عليك دين لحد، حاول توفي الدين ده قدر الامكان انت قبل ما تلقى الله سبحانه وتعالى.
تمام. طيب في بقى دين تاني الناس ما بتاخدش بالها منه، وهو الدين المعنوي. اغتبت حد، شتمت حد، كل الكلام ده لازم تتحلل منه. طب تتحلل منه ازاي؟ المفروض انك تروح للشخص وتقول له سامحني، بس لو عملت كده الشخص ده هيكرهك. تمام. لذلك لازم ان احنا ايه، يعني التوبة من هذا الذنب ان احنا ندعو الله سبحانه وتعالى ان هو يغفر لهذا الشخص اللي انت اغتبته، زائد ان انت تدعو لنفسك ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك بإذن الله.